التمر في هذا الحديث مذكور مع الماء، وقالوا إنه أفضل من الماء عند الفطر، واختلفت تعليلات العلماء والحكماء والأطباء من القديم في هذا. قال بعض العلماء إن التمر فيه خاصية الحلاوة، وهو المتيسر والموجود في ذلك الزمان خاصة في المدينة، لأن المدينة أرض نخل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين، فذهب ظني أنها الأحساء وأنها هجر، فإذا بها المدينة. فالمقصود أن التمر فيه خاصية الحلاوة، وهذه الخاصية أي كونه حلوا لها تأثير على البصر ولها تأثير على القلب. ومن هنا قالوا إن الأنسب في الجائع أن يبادر به، لأن الجوع والصوم فيه مجاعة يضعف الجسم ويضعف خاصية الإبصار، خاصة الإبصار فإنها تضعف به، وهي تقوى بهذه المادة الحلوة. فإذا بادر بفطره بها فإن هذا يعين النفس وتستجم به الروح وتنتشي به، بخلاف المر كالأشياء المالحة فأمرها بالعكس. ولذلك كان فطره عليه الصلاة والسلام وندبه للأمة إلى التمر من هذا الوجه. وأخذ منه بعض العلماء والحكماء أن الأفضل للجائع أن يستفتح بالتمر لهذه الخاصية ولهذا المعنى، لأن الصائم قد كسرته حدة الجوع وكسرت نفسه، فإن انكسار النفس يستحبون أن يستعين بالله عز وجل ثم بهذه التمرات حتى تقوى بها النفس وتستجم بها الروح. وذكر بعض العلماء رحمهم الله حكما أخرى اعتنى بها العلماء في كتب الأدب، ونبهوا على بعض الأسرار الموجودة في التمر. أما الذي اتفق عليه الأطباء والحكماء أن في التمر من الخواص والأسرار والحكم ما ليس في غيره، أو ما ينظر وجوده مجتمعا في غيره، ولذلك أثنى الله عليه وجعله وامتن به على عباده سبحانه وتعالى.